السلام عليكم، تحيه لكم جميع المتتبعين والمشاهدين. اليوم شاركت معكم هذا الدجاج اللي كيجي اكثر من رائع بالمجموعه ديال الخضر واعشاب منسمه اللي كتعطينا واحد المذاق اكثر، وكيجي بنين بزاف وساهل وطريقه مبسطه وسهل في التحضير. واللي عجبكم هذا الشيء ما تنساوناش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحنا. دجاج بطريقه بسيطه في الفران، جنيوحات ولا فخيدات اللي كتبغيو نتوما، كيجي تبارك الله ما شاء الله كيدوب في الفم كما كتشوفوا، كيجي بنين المذاق ما نقول لكمش عليه حتى تجربوه بهذه الطريقه وعاد غادي تجاوبوني بالتعاليق ديالكم الزوينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده دائما ان شاء الله يا احلى مشاهدين ومتتبعين ديالي العزاز. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد لاطه ديال الدجاج بالخضر. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. غادي نحتاج لهذا الدجاج، عندي هنايا الدجاج كما كتشوفوا مغسول بالملحه والحامض. غادي نحتاج التوابل غادي ندير التبزيره كلها. غادي ندير شويه د البزار، معلقه صغيره د البزار ومعلقه صغيره د السكينجبير. كتجي ما نقول لكمش بنينه بزاف في الفران ان شاء الله. غادي نشاركها معكم. غادي ندير الخرقوم، معلقه صغيره د الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه الملحه، ما غنكثروش بزاف لحقاش الدجاج مغسول بالملحه والحامض. غادي ندير غير شويه حتى نذوقوا على حسب الخضره وصافي. وغادي ندير شويه ديال اعشاب منسمه الازير، غادي نسموه بازير، شويه ديال ازير. كيجي فيه المذاق زوين بهذا الاعشاب منسمه. وعندي كما كتشوفوا 3 الفصوص الثومه، غادي نحكهم في هذه الحكاكه رقيقه. وإلا عندكم الثومه اليابسه من الاحسن، حتى هي كتجي مزيانه، كلشي زوين. الدجاج كيبغي الثومه كما كتعرفوا، ما كثرتوا له الثومه كتجي فيه بنينه. غادي ندير شويه ديال قزبر ومعدنوس، غادي نقرضوهم غير هكا عشوائيا وصافي، لحقاش راه كلشي ملي كتدخلوا الفران كيطيب كلشي. وندير شويه ديال الطريف الحامض مصير، غادي ندير واحد الطريف ديال الحامض وغادي يطلق لنا الملوحيه، داكشي علاش ما كثرتهاش. صافي هنا غادي ندير شويه د الزيت، واحد 2 معلقات ولا 3 ديال الزيت. صافي 3 المعلقات ديال الزيت اللي غنحتاجو ليه. صافي هنا غادي نخلطوا هاد الشريميله، نخلطوا الكل، نشرملوا الدجاج وعاد نضيفوا عليه الخضره. هكا غادي نشرملوا الدجاج ديالنا. قد ما فلحتوا جنيحات ولا فخيدات ولا كتدخلوا من داك الشريميله لداخل وكيجيو بنان، كنفلحوهم ندخلوا ليهم الشرموله. فخيدات كذلك حتى هما مفلحين. صافي هنا كنخليوها واحد قد ما خليتوها كتشرب كتجي زوينه. كما كتشوفوا هنايا المشاهدين، بعد ما استفت داك الخضيره من التحت والدجاج ديالنا كنديروه هو الفوقاني، غادي تزيد هنا واحد المعلقه ديال السمن.
كتعطينا بنه زوينه. راكم عارفين الدور ديال السمن في الدجاج. وهنا عندي طريفه الحامض مصير كذلك غادي تزيدوه صافي، وغادي نسدو عليها ونديروها في الفران طيب على خاطرها على العافيه مهيله. الطريفات ديال الحامض غادي نديرو هاد الكاغيط ديال الفران كما كتشوفوا. هذا كاغيط الفران هو التحتاني، وغادي نزيدو عليها هاد البابيه ديال الالومنيوم باش كيعطينا داك كيرد فيها البخار كيطيب لينا الخضره ويطيب الدجاج. ايوا صافي هنايا دابا غادي ندخلها الفران منين طيب ان شاء الله وغادي نرجع معاكم. السلام عليكم، تحيه لكم جميع المتتبعين والمشاهدين. اليوم شاركت معكم هاد الدجاج اللي كيجي اكثر من رائع، ما تصوروش، وكيجي بنين بزاف وساهل وطريقه مبسطه وسهل في التحضير. ولا عجبكم هذا الشيء ما تنساوناش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحنا. دجاج بطريقه بسيطه في الفران، جنيوحات ولا فخيدات اللي كتبغيو نتوما، كيجي تبارك الله وما شاء الله كيذوب في الفم كما كتشوفوا، كيجي بنين. المذاق ما نقول لكمش عليه حتى تجربوه بهذه الطريقه، وعاد غادي تجاوبوني بالتعاليق ديالكم الزوينه، وفرجه ممتعه للجميع.